تحية رياضية أعزائي المشاهدين متابعي صفحة الدوري اللبناني. أهلا وسهلا فيكم ببث حي مباشرة من العاصمة القطرية الدوحة. يعني اليوم كان في أخبار مهمة جدا، حبيت أوضعها للمرة الأولى معكم بشكل مباشر في خبر جدا مهم، خبر جدا سيحدث طبعا سيحدث أهمية قصوى بالأيام القادمة على صعيد الأندية اللبنانية والمشاركات اللبنانية بالبطولات العربية. فإذا أعزائي المشاهدين، الاتحاد العربي لكرة القدم قرر وبشكل رسمي وحصري ومن لحظات وصلنا الخبر أنه تقام البطولة العربية بالمملكة العربية السعودية. ركزوا معي، هعطيكم اياها لهيدي المعلومات للمره الاولى من لحظات. طبعا وصلتني المعلومات من الاتحاد العربي لكره القدم بشكل رسمي. الاتحاد السعودي لكره القدم سيستضيف بطوله كأس العرب للأندية للأندية بالمملكة العربية السعودية. الاستضافة لهيدي البطولة حتكون بالسعودية، ولكن في كمان إجراءات جديدة. هيدي البطولة حتقام بشكل تجمع. شو يعني بشكل تجمع؟ حتقام كبطولة مجمعة بين 32 أو 48 فريق، الأرجح تكون 32 فريق. حيكون من بين هيدي الفرق الأهلي المصري، الزمالك المصري، الفرق كمان الموجودة عم توصلنا تواليا، الهلال السعودي، الاتحاد السعودي، النصر السعودي. لهلا هدول الفرق يلي تأكدوا. أيضا السد القطري. يعني هدول الفرق تأكد انه حيكونوا ضمن هيدي البطولة. اكيد انتم مهتمين تعرفوا مين حيكون من لبنان، مين حيشارك من لبنان. الاتحاد اللبناني لكرة القدم كان بوقت سابق أكد على أنه صاحب المركز الثالث بالدوري هو اللي حيشارك بالبطولة العربية. يعني بحال فاز العهد بالمركز الأول، لنفترض النجم المركز الثاني، الأنصار المركز الثالث، الأنصار هو حيمثل لبنان بالبطولة العربية. نرجع بحال كمان الأنصار أول، نجمة ثاني، العهد ثالث، العهد هو حيمثل لبنان بهيدي البطولة العربية. وكذلك هلا ممكن الاتحاد العربي، هيدي نقطة كتير مهمة، ممكن الاتحاد العربي يعطي مقعدين للبنان، ولكن لا مقعد ولا مقعدين حيكونوا مباشرين، حيكونوا المقاعد على شكل التصفيات. لبنان حيقود بمقعد وحيد حتى اللحظة تصفيات بهيدي البطولة العربية اللي حتقام بشهر أغسطس آب المقبل. للمرة الأولى عم تسمعوا هيدي المعلومات عبر صفحة الدوري اللبناني. فإذا بشهر آب أغسطس المقبل ستقام البطولة العربية بالمملكة العربية السعودية بمدينتي أبها والطائف. ليش بهيدي المدينتين؟ لأنه الاتحاد السعودي لكرة القدم وأيضا المملكة العربية السعودية قررت تجعل هيدي المدينتين بشكل وبمنظر سياحي كبير. كرمال هيك حيستضيفوا هيدول المدينتين، مدينة أبها ومدينة الطائف، البطولة العربية على شكل التجمع. يعني مش على شكل ذهاب وإياب، لا بل تجمع. حتكون البطولة كلها بطولة مجمعة بمدينة واحدة. نتذكر بالزمانات كان العهد لعب مع الزمالك ولعب مع عدة أندية ببطولة عربية مجمعة. هيدي البطولة حتكون نفسها ذاتها كوبي بيست، حتكون بالمملكة العربية السعودية. حيشارك من لبنان مبدئيا فريق واحد على شكل التصفيات. حينعمل تصفيات مثل ما صار مع النجمة مرة ولعبوا تصفيات وتأهلوا، حيصير هالمرة كمان تصفيات. من الممكن صاحب المركز الثالث فقط هو يمثل لبنان بالدوري، ومن الممكن صاحب المركز الثالث ويمكن بطل الكأس إذا كان في مركزين. ممكن يكون في طبعا بطل دوري. ممكن اللجنة والاتحاد العربي هو يختار الأندية يلي حابة تشارك فيها، ولكن لبنان أكيد حيكون متمسك بحقه على أنه يشارك
بصاحب المركز الثالث بالدوري، لانه صاحب المركز الاول وصاحب المركز الثاني حيشاركوا بكاس الاتحاد الاسيوي، وايضا بطوله كاس الاتحاد الاسيوي اللي المفروض تبلش بشهر 9 المقبل او شهر 10. بعد الرزنامه ما كثير واضحه. على كل الاحوال هيدا الخبر اللي حبيت شارككم فيه اليوم عبر صفحه الدوري اللبناني، اللي بتمنى منكم الدعم باللايك والشير، لا اعطيكم كمان كل القصص الباقي. كمان فادي عم بحابب يفوت معي على اللايف. فادي خلينا بركي نعمل له اكسبت، بركي قادر يفوت فادي هيدي اللحظات. كمان اعزائي المشاهدين حاعطيكم اخبار